السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا بفيديو جديد. النهاردة هنعمل صينية البطاطا العسولة دي. بطاطا حلوة بالقشطة واللبن. أنا لما بحط السمنة كتيرة فيها، هي المفروض بسمنة بلدي ولبن وقشطة لو عندك، بس أنا بعملها بقشطة بس عشان تبقى خفيفة. ودي نص الكمية عملتها، والنص التاني هشيله في الفريزر لما اجي اعمل صينية تاني. هي دي يعني هتكفي صينية تاني. الكيسين دول نفس قد الصينية دي، يعني انا جبت 2 كيلو ونص بطاطا، عملت صينية وادي فايض اعمل صينية تاني. تمام. هنقشر بقى مع بعض البطاطا. هنقشرها بالمقشرة العسولة دي، المقشرة بتاعت البطاطس حلوة جدا، بتقشر وحامية جدا. بصوا، ومبتطلعش حاجة في القشرة. والمقشره دي جميله، كنت جايباها بقى من راس البر وانا بصيف. حلوه قوي، واتندمت ان انا ما جبتش كتير، يعني انا جايبه واحده بس. فلما لقيتها حلوه قلت ايه ده، ما انا خفت ما تطلعش حلوه بصراحه. بس لما جربتها جميله. موس، اكنك بتعملي بموس بالظبط. بصي، بتشيل كل حاجه وبتشيل القشره الرقيقه جدا. هنقشر كل البطاطا وهنكملها بقى مع بعض. انا بس حبيت اوريكم المقشره بتاعتي الجميله دي. اسهل من السكينه. والسكينه كنت زماني عبال ما اخلصهم كلهم كنت زماني لسه في اول بطاطايه. دلوقتي انا ما بعرفش اقشر بالسكينه اصلا، يعني حتى البطاطس خلاص ما بعرفش اقشر بالسكينه. المقشره سهله جدا. انا عندي كذا واحده يعني غير دي، بس المقشره ديت لهلوبه بصراحه، حلوه قوي. قشرت لي البطاطا بسرعه جدا. بس بقى الحته الوحشه بقى كده نشيلها، ونخلص من اي حته وحشه في البطاطا. تمام. واحنا طبعا غاسلين البطاطا الاول طبعا. بصوا، ما فيهاش اي طينه ولا اي حاجه، أنا غسلتها وبعد كده بقشرها. شايفين حاميه ازاي؟ بصراحه مقشره جميله وحلال فيها الفلوس، ومش غاليه خالص. انا كنت جايباها ب15 جنيه. والله العظيم انا جايبه واحده غاليه مش زيها. قشرنا كل بقى الكميه اهيت. هنقطعها بقى، هنجيب القطاعه دي برضو كنت جايباها من المصيف يا جماعه. كنت جايبها حوالي ب150 جنيه برضو، بس حلوة. يعني وش ستانلس، والوش التاني اكريليك كده، معدن يعني بلاستيك بس مقوى كده، حلو. بس انا بقطع على الناحية دي بس، يعني الناحية التانية ما تقطعش عليها، ما اعرفش بصراحة، ما جربتش. بس انا بقطع على الناحية دي وش ستانلس كده. حلوة وجميلة وحلوة في الغسيل والنظافة. وتمسحيها كده وبأي منديل جميلة. يعني لو انا مقطعه فيها البطاطا كده مش هغسلها، بمسحها بمنديل واشيلها. البطاطا نضيفه ومغسوله. والسكينه بقى، السكينه دي حاميه جدا على فكره، بس البطاطا عشان جديده بحس ان النشا كتير فناشفه في التقطيع. انما السكينه مش تلمه ولا حاجه، انا كنت خايفه على صوابعي. بس هنقطع بقى كل الكميه. ودودي بنتي هي عماله تناولني البطاطا، بتساعدني بقى. قلت لها تعالي نعمل صينيه بطاطا، وقفتها جنبي عشان تسكت. والبطاطا ديت حلوة ومفيدة، وبتتاكل في الشتاء اكتر مشوية. وبنعمل الصينية ديت برضو. انا هعمل الصينية دي بطريقة مش دايما كنت بعملها. يعني انا كنت بعملها ببشاميل خفيف، وبلخبط حبة في البطاطا، واروح حاطة الحبة الباقيين على الوش، اكني بعمل صينية بشاميل بالظبط. وبحط الباقي على الوش وبدخله الفرن يتحمر وتستوي وتطلع. انما الطريقه ديت آه، اختي بتعملها بالطريقه ديت، وبنت اختي وبنتي برضو. فانا قلت خلاص هعملها معاكم المره دي. والكيسين اللي فايضين دول هعملها بالطريقه التانية، وابقى اوريها لكم برضو. هبقى اعملها بطريقه البشاميل. في حته وحشه في البطاطايه اهي هنتخلص منها، وبعد كده هنقطع بطاطا عادي. انا بوريكم كل الخطوات علشان ما يفوتكوش اي حاجه وتعرفوا انا بعمل ايه. انا قطعت كل الكميه اهي، دي اخر واحده. وهنجيب حله بقى ونحطها فيها. نسلقها بقى، هوريكم هنسلقها ازاي دلوقتي. خلاص كده كل الكميه خلصت. هنجيب بقى الحله اهي، حطينا فيها كل البطاطا. كوبايه ميه واحده،
تمام. وكوبايه سكر او كوبايه الا ربع. انا حطيت كوبايه الا ربع، قلت كفايه عشان لسه اللبن اللي هيتحط فوق هبقى حاطه له برده سكر بس. هنعلي النار، واول ما اول ما تغلي ابتدي وطي النار عليها وسيبيها لغايه لما تستوي. هتستوي بسرعه. ايه البطاطا لما تتسلق هتشرب كل الميه، مش هيبقى فيها ميه خالص زي ما انتم شايفين كده. هتكون استوت. انا جبت هرست البطاطس وههرسها معاكم اهي، وهنشوف بقى هنعمل ايه تاني. طريقه سهله وبسيطه، وكل المكونات على بعض وبترصيها وتحطيها في الفرن. سهله خالص وطعمها حلو والولاد كلها بيحبوها. وحتى لما تبرد برضو تتاكل. وفي ناس بتحبها سخنه وفي ناس بتحبها لما تبرد تاكلها. انا لازم وهي سخنه لازم اطلع حته واكلها. وهي سخنه كده طالعه من الفرن بتبقى حتى لسه ما مسكتش نفسها، بس برضو بتبقى طعمه. هي سخنه قوي فانا حطيت لها حته زبده صغيره مش كبيره، عشان وهي سخنه كده الزبده تسيح فيها، ومن سخونيه البطاطا الزبده طبعا هتسيح. هنقلب بقى كويس لغايه لما كل الزبده ما تبانش، تتجانس مع البطاطا خالص. البطاطا سخنه ولازم تتهرس وهي سخنه عشان ما تغيبش معاكم، وسهله وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص. شايفين اتهرست بسرعه ازاي عشان هي سخنه. وكمان الزبده ابتدت تسيح خالص، مبقاش فيها حاجات بسيطه. خلاص كده البطاطا تقريبا كلها اتهرست. والكميه دي كلها انا مش هعملها كلها، دي كميه كل البطاطا. انا هاخد نصها بس على قد الصينيه وهشيل الباقي زي ما انتوا شفتوا في الكيس. خلاص كده هرست الزبده. هنحط بقى قشطه. اللي ما عندوش قشطه بيكتفي بالزبده او بالسمنه البلدي وخلاص، مش لازم قشطه. بس انا عندي قشطه كتيره بطلعها من اللبن واركنها في الفريزر، بحوشها في علبه. وبتبقى عندي قشطه بحتاجها في اي وقت بلاقي عندي قشطه. يعني انا بجيب 2 كيلو لبن، كيلو لبن اغليه واحطه في التلاجة، والصبح بشيل القشطه من على الوش واحطها في العلبه. بتنفعني والله في حاجات كتير. وببقى عايزه قشطه، ببقى عايزه في اي وقت بطلع العلبه من الفريزر واخد منها قطعه. والقشطه دي كلها طالعه من الفريزر اكنها، ولما ساحت بصوا كانها لسه مطلعاها من على وش اللبن دلوقتي. قشطه طبيعيه بقى من عمايل ايدينا. بس هنجيب كوبايه لبن ونحليها بسكر ونقلب السكر كويس. وانا ما حطيتش كوبايه لبن للامانه، انا حطيت كوبايه ونص. يعني انا حطيت الكوبايه دي واحتجت كوبايه الا ربع تاني او نص كوبايه حطيتها، حسب ما انتوا عايزين اكتر برضو البطاطا هتشربها في الفرن. يعني انت لو حطيتي كوبايتين لبن برضو البطاطا هتشربها. انت بتسيبيها في الفرن لغايه لما تشرب اللبن خالص والشاي يحمر، وكده تبقى البطاطا خلصت ولا اسهل. شايفين احنا بنحط كل المكونات على بعض ونلخبطها ونقلب كويس اللبن، نشرب اللبن بالبطاطا. وهندهن الصينيه بقى سمنه ونحط نص الكميه دي. انا مش هحط الكميه كلها، الكميه دي كتيره قوي على الصينيه اللي انا هعملها. دول حوالي 2.5 كيلو بطاطا. تمام. بطاطا صفرا وجميله. جبنا صينيه بايركس او اي صينيه عندك طبعا، ودهنيها سمنه. والله بنتي بتقولي انا ما بدهنش سمنه عشان هي فيها سمنه وقشطه وكده، بس انا بحب ادهن سمنه عشان ما تلزقش في الصينيه وتطلع الخرطه مظبوطه كده وبخرطتها كده. تمام. انا دهنت الصينيه كويس. وتنسوش يا جماعه صلوا على النبي وانتوا بتعملوا وتسموا الله. هنقول بسم الله وننزل. شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة على النبي بتزود البركة في البيت وبتزود الرزق. وكل اللي عايز يتمنى حاجة يصلي على النبي يا جماعة. صلاة على النبي كتير. ما شاء الله
الصلاة على النبي دي يعني انا مجرباها، بتحقق امنيات. لما اكون عايزة حاجة او كده بنصلي على النبي كتير، واستغفاري كتير بتزود الرزق برضو الاستغفار. فطول ما انا شغالة بقعد اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله ونستغفر كتير. الاستغفار بيزود الرزق. واللي ما بيخلفش وعايز يخلف يستغفر برضو كتير. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. بس وكده دهنا القشطة على الوش. انا كنت ممكن اسيبها ملخبطة، بس انا قلت لا، عشان بدهنها بالاسباتولا عشان كل الوش ياخد لون واحد. بس وهنحطها في الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. هنحطها على درجة 180 او 200 عادي. بس انا فرني فيه مروحة، اللي ما عندوش مروحة في الفرن مش هيشغلها، هيشغل الفرن عادي. وبعد كده لما يحس ان هي اتحمرت من تحت يطفي، ويشغل الشواية من فوق، وكده يبقى خلاص. هي ما اخدتش حوالي ربع ساعة في الفرن، ما بتاخدش وقت. هنقطع البطاطا بقى، هي سخنة وهتتقطع طبعا، هتبقى طرية لسه. فانا عايزه اطلع حته اوريها لكم. بس انا هلخبط الدنيا، بس مش مشكله. اهي هي لسه طريه خالص عشان لسه سخنه وطالعه من الفرن. انما لو سبتيها شويه الخرطه هتطلع مظبوطه. بس جميله وطعمها حلو، وشاربه قشطه ولبن وسكر، وبطاطا طبعا مفيده. فحلوه كمان للاطفال، نشويات وحلوه والياف. فالبطاطا جميلة ومفيدة يا جماعة، اعملوها لولادكم على طول. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والصلاة على النبي. واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك. ويا جماعة لو سمحتوا اللايك، لو سمحتوا دوسوا لايك لو عجبكم الفيديو. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.